لما بديك معلومه ولا اعمل حاجه، انت راجل فاهم ربنا يبارك لك، خلاص سيب غيرك يفهم، ارجوك سيب غيرك يفهم. ان في ناس لما احنا نزلنا سلك قبل كده قعدت تتريق وتقول من 20 سنه و30 سنه بنعملها. طب خلاص في غيرك اول مره يشوفها او اول مره يتعامل معاها. فانا بقول لك هتنزل من المنور، اربط اول السلك طوبه، وخد بالك عشان خاطر بيبقى فيه في المناور حد بيبقى قافل في الدور بتاعه بشايك، بسلك شايك، فممكن تنزل سلك ويطلع منك ويبوظ. وفي ناس بتبقى حاطه برضو الناحيه دي من جوه التكييف، تمام، العلبه التكييف الكبيره اللي هي بره، تدخل فيها تكسرها تخبطها، فبرضه ركز. لكن انا دلوقتي بقول لك انا بنزل السلك من على الوجه، سهل جدا مش صعب. فلو حضرتك راجل متعلم وفاهم زي الفل، خلاص ادي مجال للناس التانيه اللي هي مش واخده بالها تعرف القصه فيها ازاي. فانا بقول لك اهو، انا رحت انزل السلك اهو، اوله الكره بتاعته تحت، انا ما عملتش حاجه يعني مثلا كل الناس عملتها، مش مشكله. بس يعني انتقدني يا سيدي او قول كلمتين ماشي زي ما انت عايز تقولهم، او تبرر نفسك بيهم، مش مشكله. بس سيب غيرك يعني ياخد المعلومه. انا دلوقتي في الدور ال 11 وهرمي السلك للدور الثاني اهو. تعال يلا. انا كده واقف على الحافه، تمام. ابص تحتيه، بص كده تحت وشوف. اهم حاجه المكان يكون خالي، مفيش اي حاجه فيه تحتيه. بص كده بالراحه، يكون بعيد عن التكييفات وبعيد عن الحاجات اللي ورا. وهو السلك، وبص كده ندي تحت معانا لقطه والسلك نازل. بص السلك نازل اهو، اهو نازل اول شويه واسيبه ينزل مع نفسه. واحده واحده عشان خاطر ما يروحش عند حد ويروح واقف يعملها على العكس. لقيت السلك مثلا واقف في مكان في حاجه، اروح ماسك السلك واطلع بيه تاني واروح منزله في مكان. بسيطه، احنا عملناها سهله، بس احنا ما حدش قبل كده قالها لنا، فاحنا بنقول للناس اللي ما تاخدش بالها وما عملتهاش. انت عملتها، سيب غيرك استفاد، لايك وشير.